السلام عليكم اخواتي، منورين الدنيا كلها وربنا احلى اخوات في الدنيا. النهارده جايب لكم طريقة اللي هو تعديل على البرامج، كيبات، اي حاجة يا اخواتي عاوز تعدل عليها هتعدل عليها بنفس الطريقة دي وكل حاجة. كل اللي احنا هنحتاجه بس معانا يا اخواتي في الفيديو ده ان شاء الله هنحتاج MT مانجر بس، هو البرنامج اللي احنا هنعدل عليه. نخش على MT مانجر. بعد MT مانجر هخرج خالص، تمام، عشان خاطر ايه اللي هو جايب لكم من الاول عشان كان فيديو كده قديم. نخش على البرنامج، تمام. ده البرنامج اللي انا هعدل عليه، كل ده هعدل لكم عليه حضرتك في قلب اخوك عشان نخش على شرحات الهاكر وكده. كل ده هيتعدل عليه لو انت هتعدل عليه، تمام. كل ده هيتعدل عليه مية مية عادي يا اخويا. انا بعيد اهو عشان ايه متقولش حاجة تاني. نخش بقى على MT مانجر. بعد MT مانجر هنضغط على التلاتة الشريط اللي فوق بعض دول. احنا ملناش دعوة بدي، احنا هندوس اوك وخلاص. التلات شريط اللي فوق دول، بعدها هنضغط على التلاتة اللي هي التطبيقات دي اللي انا مش هقولك عليها، ايوه دي. بعد كده نبحث بقى التطبيق او الكيب اللي احنا عاوزين نعدل عليه، تمام. عندنا هاكر كيرو، انا ضغطت على الشمال، على اليمين قصدي. بعد كده اوك، ممكن ما تظهرش عندك اوك دي. بعد كده شمال. بعد كده هنضغط على البرنامج، هنضغط على البرنامج اهو عشان طلعت من المقصد. على الشمال يا اخواتي، هنضغط على الشمال الاول هنضغط على دي. هتعد بقى معايا من تحت عشان ما تتلخبطش، تمام. عد 1 2 3 4 5، تمام. هو بيحمل معانا شفت الكلام اللي كنت قايل لك عليه، تعدل عليه براحتك، تمام. ايه بقى اللي هو مثلا موضوع النسخ مثلا محتاج انت تعدل على اللي بعديها بتاعه وكده، تمام. انا هشرحه لك دلوقتي في النصوص، اسمها النصوص، تمام. عشان انا بقلب اهو كمان عشان ما تقولش حاجة يا اخويا. هنخرج نطلع تاني، نضغط ضغطة، ندوس بقى اللي في النص. بعدها نضغط على دي، على اي واحدة في الاتنين عامة، وبعدين تعمل بيهم عادي. اكون بس الصلاة شغالة وكده وانا وقفت يا اخويا. يا اخويا جيت لك تاني، هضغط عليها، هضغط على تاني واحدة، تمام. ولو ما خدتش بالك دي هنضغط على تحت اهي، تمام. هتعدل بقى اللي انت عايزه تعدل عليه. لو انت مش فاهم حاجة بقى في الانجليزي، تمام، اخرج اكست، تضغط على اللي فوق، تضغط على تاني واحدة اهي على اللي تحت يا اخويا بالعربية وبالترتيب يعتبر، تمام كده. تمام يا اخواتي، تمام يا اخواتي. وبعدين نضغط اهم حاجة ايه، تأكد على السيف من فوق دي. اهم حاجة تأكد على السيف عشان خاطر السيف دي والريس دي يا اخواتي اللي هي تبع الصور، تمام. ده اضغط عليها عشان بس مكنتش محضر ان انا اعمل صور، فاهميني. انت هتقعد تقلب كده لحد ما تلاقي مثلا الصور انت عاوز تعدل عليها في التطبيق كده، هتلاقيها وتضغط عليها وكده يا اخواتي. نغير بقى ايه اسم البرنامج. في برامج بتتغير من هنا، في برامج ما بتتغيرش، تمام يا احلى اخوات. دي كانت التجربة اللي هو بجرب من برا اول كيلو بركام، تمام. اتعمل، هو المفروض ان هو اتعمل، لكن التحتية اللي هي النسخة لا الأساسية متغيرتش، فلازم التانية تتغير. ده تثبيت، ده لو انت هتثبت، تمام يا اخواتي. لا ده هاكر كيلو لسه زي ما هو، لازم بقى نرجع ونخش تاني نعملها من قلب التطبيق. ازاي بقى؟ تعالى دوس الغاء، دوس كده، هنضغط على البرنامج، تمام. هنضغط على شمال يا اخويا، اخواتي عادي يعني، اخ هنضغط على الخمسة اللي احنا زي ما اتفقنا، تعد الرابعة وتخش على الخمسة. اهي اول واحدة فوق اهي، نمسحها نحط بركان.
اهم حاجة السيف، اهم حاجة تضغط سيف، عشان لو عملت ايه وما ضغطتش سيف تعبك ومجهودك كله راح على الفاضي يا قلبي. هنثبت بقى اهو. ظهر معاك بايه؟ بركان، صح انا غلطان؟ مرة واحدة فقط. عامة يا اخواتي البرنامج ده هسيبهولكوا تحت على قناة على التليجرام. متنسوش تدعموني بقى بلايك وكومنت كده، وخلوا بالكوا انا اختار من الناس اللي هتعمل لايك وكومنت اغيرهم يحبوا ان انا اعمل لهم برنامج رايق على مزاجهم، او رقم فيك دولة الجزائر. تمام، رقم فيك دولة الجزائر دايم عامة، وهيشتغل كمان معدل. وفي حاجة تالتة ان هما يبقوا 3 انفار فقط. تمام يا اخو قلبي، احلى اخوات في الدنيا في الكون كله وربنا. تمام اهو البرنامج يشتغل بركان اهو. تمام، بركان يا معلم، احلى اخوات في الدنيا وربنا. متنسوش بقى تشيروا بقى لاخواتكم قناة كيلو بركان. عاوزين نكمل 1000 بقى، واحد بقى يا اخواتي، عاوزين نعدي الفقر بقى يا على اخواتي.